اليوم راح نديرو مع بعض الخبز العربي اللي يجي منفخ وفارغ لداخل. انا هنا درت 500 غرام فرينه، 3 ملاعق كبار زيت، ملعقه ملح، ملعقه كبيره سكر، وملعقه كبيره خميره الخبز. زدت لها شويه سانوت وشويه حبه حلاوه. خلطت هاد المكونات قاعدك مع بعض ودوكا نلموها بالماء. الماء اللي نلموه به يكون ماء دافئ، ماشي سخون بزاف وماشي بارد. لميت العجينه تاعي ونخليها هكا طريه. دوك نروح ندلكها شويه. كملت دلكت العجينه تاعي، خليتها طريه ودوك راني رجعتها باش تختمر. العجينه تاعي اختمرت وتضاعف في الحجم تاعها. دوك نروح نقسمها كويرات. لهنا وجدت سميد موايا درتو في اناء ودوك نشوفوا الطريقه مع بعض. قسمت هنايا العجينه تاعي على 4. ناخذ الكويره تاعي نرمدها في السميد من لي دو كوتي ونزيد مام في الاطراف ونحطها في سنيوه نكون وجدتها بالبابي كويسون ونفتحها. دونك هذا هو الخبز تاعي يجي مرمد بالسميد. نفتحوها هكايا، السمك تاعها ماشي رقيق بزاف وماشي خشن، متوسط. ونخلوها تختمر. نكمل هكا مع باقي الكريات ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا حليت الكريات تاعي وراني خليتهم يختمروا واحد نص ساعه وندخلهم للكوشه. طريقه التعطيب تاعهم مختلفه على باقي انواع تاع الخبز. هذه راح نطيبوها جوست بالنار تاع الكوشه اللي من الفوق، ما نشعلوا لهاش كاع من التحت. انا ديجا الكوشه تاعي شعلتها من الفوق واني مخليتها تسخن. كي تسخن ندخل هذا الخبز ديالي ونخليها هكاك شعله من الفوق. راح تشوفوا كيفاش راح يتنفخ وراح يشكل لنا خبز رائع وخفيف. طريقه الطهي، ناخذ سنوه تاع الطابه بهذه الطريقه بالمقلوب، وناخذ الخبز تاعي بالبابي كويسون ونحطه لداخل باش يطيب. الخبز تاعي خمر كيما راكم تشوفوا، دوكا ندخلو يطيب. غير ما تخرجيه من الكوشه غطيه ملح وخليه باش يطرى. الخبز تاعي كيما راكم تشوفوا راه واجد، جا بزاف طري خفيف ومقرمش شويه من برا.